اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب إن شاء الله يا حبايبي. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي يا حبايب قلبي، يعني متشكرة قوي، ألف ألف شكر لكل اللي بيدخل عندي ويعمل لي اشتراك ولايك. ربنا يا رب يكبر بخاطره وجبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، ويا رب يخش الجنة يا رب، اللهم آمين يا رب. متشكرة ألف ألف شكر يا حبايب قلبي، ربنا يا رب يخليكوا ليا يا رب. ندخل على الفيديو بقى حبايبي. جبنا النهاردة كده رحنا السوق وجبنا كرومبتين كده. طبعا انتوا عارفين الشتاء، كرومب في الشتاء يعني بيبقى حاجة تانية، المحشيات عامة يعني في الشتاء كلها. وبالذات الكرومب، بصراحة احنا بنعشق الكرومب، يعني احنا بنستنى الشتاء عشان الكرومب. فقلنا انا جبت 2 حلوين كده يا دوبك، هما يعني هما اخدوا معايا 1.5 كيلو، عملت حلتين حلوين كده. كان عليهم يومين بصراحة، يعني عملت حلة والحلة التانية عملت تاني يوم. بقول لكم هنا بصوا، بعمل ايدي كده لفوق علشان خاطر بقول لكم ما تجيبوش اللي ليها بوز. هات المدوره والمربعه دي كده حلوه، دي بتبقى مدوره. في التانية اللي بتبقى كده ناشفه قوي وليها بوز كده لفوق، دي بتبقى قبه لفوق كده، دي بتبقى ناشفه وفيها بذر من جوه كتير وكده، ما بتبقاش حلوه. لكن هات المدوره دي، انا بحب دايما اجيب المدوره. انا واحده جارتي الله يمسيها بالخير، هي اللي قالت لي بصراحه من زمان، من ايام ما كنت لسه متجوزه، الكلام ده من 28 سنه يعني. في بولاق، انا كنت ساكنه في بولاق الاول. فبصراحه من ساعه ما قالت لي وانا بحب اجيب الكرنب المدور. بس اكيد كلكم عارفين يعني يا حبايب قلبي. غسلت الرز هنا كويس طبعا. اول حاجه بدات بالخلطه، عملتها كلها وركنتها على جنب يعني. بصوا بوريكم، بصوا غسلاه من امتى، من بدري. اغسلي الرز واركنيه عشان يشرب الميه بتاعته وما ينطرش معاكي، وتيجي تمسكي لما تيجي تصبعي تبقى تلاقي فيه ميه صايصه كده كتير من تحت وكده في الرز، في الخلطه يعني. والتوابل بتاعتي اللي انا بحطها هي المعتاده، بهارات 7 بهارات، شطه، كزبره، وفلفل، والملح، مفيش اكتر من كده. بس ما بحطش اي حاجه تانية عشان طبعا ما يغيرش طعم الكرنب وكده، وما يغيرش طعم الرز يعني لما تيجي تاكليه وكده. لو زودنا اي حاجه تانية مش بتبقى حلوه. انا دايما يعني بحط الحاجات دي بس، ما بحطش اكتر من كده يا حبايبي. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت التوابل كده، هقلبها كلها مع بعضيها، وبعد كده هجيب القوطه. هي انا كنت عامله قوطه يعني كتير كميه، عشان كنت عايزه حبه، بس هي اتلسعت مني بصراحه من تحت شويه، سوها عني يعني كده. كنت بحضر الفطار بره، لحد كان لسه صاحي ولادي يعني، ووقفت اتكلم معاه، والقوطه كانت يعني الحمد لله، بس لحقتها يعني. بص هنا ده اتسبكت كويس اهي، ونطرت الإيدام بتاعها. طالما نطرت الإيدام بتاعها خلاص، يعني الإيدام يعني يعني السمنة قبت لفوق، يعني طالما السمنة قبت معاكي لفوق وشفتيها على الوش كده، يبقى هي كده خلاص اتسبكت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شايفين؟ بس هي اتسبكت حلو بصراحة يعني. فهنرفعها كده ونحطها على الرز. أنا بحب أقلبها الأول طبعا مع الرز وكده، ما بحبش أحط الخضرة الأول عشان بتبقى سخنة، فبحبش أحط عشان ما يتلسعش يعني، الخضار ما يتبلش معايا، الخضرة يعني وكده. وبعد كده بعد ما هعمل الخلطة اروح مطلعاها كده ومغطياها، وادخل بعد كده على سلق الكرنب، يعني بخليه اخر حاجة، علشان يعني الكلام ده كان حوالي بعد العصر كده. شايفين اتلسعت مني ازاي؟ بس الحمد لله يعني، هي كده كده كانت كتير، فمش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ملناش نصيب في من اللي في تحت دول يعني، خلاص هو كده، هما دول مكتوب لي اخد الحبة دول، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. هقلبهم تقليبة كده واخلص الخلطة كلها، وبعد كده اسلق الكرنب. انا بعمله قبلها بيوم يعني بالليل، الكلام ده كان بعد العصر كده، المغرب، كان المغرب خلاص، كانت الساعة ولا 4. ركنتها وكده، وكنت عملت برضه، كنت مش عارفة كنت عملت اكل ايه في اليوم ده يعني. مش عملت متهيألي مكرونة كده العادية مبكبكة، بقطع عليها فلفل وكده، وحمرت جنبها شوية بطاطس. شايفين؟ عشان كده ما بحبش احط شايفين الخضرة مزهزهة ازاي؟ ما بحبش احط القوطة مع الخضرة، علشان بتدبل خالص كده وبتغمق. بص شايفين ناشف ازاي؟ بقولك ناشف، شايفة ما فيهوش نقطة مية والله. شايفين اهو، تمسكي الحتة بحتتها كده يعني، مش.
وبصراحة بيريح يعني، عشان ما تجيش تقعدي ايه تحطيه كده في ايدك وتدوسي عليه وتضغطي من كتر الايه من كتر المية اللي فيه. طب وليه؟ طب ليه طيب؟ لا. فاحنا نغسل الحاجة الاول الرز ونسيبه ينشف كويس خالص، وبعد كده ايه نجيب القوطة، ولازم القوطة تتسبك كويس يعني برضه. يعني القوطة برضه ما تخليش فيها ايه مية من تحت كتير، يعني بتبقى متسبكة معاكي. انا جربت اصلا يعني، انا مجربه اهو. بص بقول لك انت وفتري تضغطي فيها كده الواحده، في ناس بتقعد تدوس عليها علشان حتى يبقى شكلها مش حلو، بيبقى يعني ما تيجي بتستوي بتلاقي فيها صوابع كده متداس عليها. لا، فانت ايه نشفي الحاجه كويس وخلاص. كده خلاص لفينا المحشي بتاعنا بالليل وخلصناه. ده كان تاني يوم الصبح يا حبايبي اهو. جبنا سبانخ وجبنا ملوخيه. ما هو انا اضطريت اجيب ملوخيه، اعمل ايه؟ عشان انتوا عارفين طبعا في عندي 2 ما بياكلوش السبانخ، فما ينفعش طبعا، لازم يعني نحط حاجة أي حاجة يغمسوا فيها برضو. حبهان 4 فصوص حبهان دايما بحطهم، بحط ورق لورا بس، ما بحطش تاني حاجة. كان عندي جوز الطيب كنت جايباه 4 وحدات ولا 5 في رمضان وخلص، وكنت بحط نص نص. بجيب في رمضان بس بيخلص خلاص، ما اجيبش تاني ياما خلاص. غالي بره مش عارفة اجيب ايه ولا ايه. اللهم لك الحمد يا رب. انا الملوخية كنت لسه هغسلها اهو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسبانخ كمان، بس أنا قلت أسبك القوطة الأول وهسيبها على بال ما تتسبك وتغلي وكده أكون غسلت السبانخ. واللحمة تستوي برضه وركناها على جنب عشان إيه نطلع المحشي بعد كده ونشوفها بقى إيه هنسويه وكده يعني. بس كانوا حبة محشي، وأقسم بالله والله العظيم والله العظيم يعني ما بقولش أي حاجة، بس طلعوا سكر بصراحة. كرنبتين طلعوا مسكرين يعني حلوين. كلنا فيهم بصراحة يعني حلو يعني. انا عملت حله كبيره، والحله التانية الزغنطوطه كده خليتها تاني يوم عشان تبقى ايه، عشان تبقى سخنه يعني. لا اله الا الله محمد رسول الله. متنسوش يا حبايبي الله كل اشتراك، ربنا يرضيكم يا رب، ويكبر بخاطركم جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لايك واشتراك، لايك واشتراك. كانت نفسي اكمل ال1000 اهم داخلين خلاص اهو يا رب. هيبقى ده اول شرط متهيألي صح؟ اللي تعرف حاجه تقولي بالله عليكم. الشرط التاني بقى الكبير قوي، ده كبير قوي عليا قوي قوي بصراحه يعني. بس ان شاء الله يعني لو ربنا يريد لي ان شاء الله هنعمله ان شاء الله، نكمل الشرط التاني باذن الله. انا كملت 2 دلوقتي، كملت 2 وكام وشهرين و3 شهور. فنفسي بصراحة اكمل بقى خلاص عشان تعبت. 2 و3 شهور بنزل يعني الفيديوهات وكده، ومفيش اي حاجة، مفيش اي دخل ولا اي حاجة بصراحة. سحب نت يعني يعلم ربنا، والله الحمد لله. اكيد انتوا عارفين يعني الفيديو بيسحب قد ايه يعني، كل عارف. ربنا يرضينا يا رب ان شاء الله، يكبر بخاطر يا رب، اللهم امين، ويكبر بخاطركم جميعا يا رب. وكل اللي في نفسه حاجه يا رب كده ربنا يكرمه ويديها له يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصراحه والله الواحد بيروح السوق عينه بتزوغ على كذا حاجه يعني. الحاجه في الشتا زي ما انتوا عارفين جميله وحلوه كده يعني. حاجه الشتا بتبقى يعني خضره كتير ما شاء الله، والسبانخ والحاجه يعني حلوه كلها بصراحه، وقرنبيط ولفت. بصراحه حاجه جميله الشتا ده بصراحه. عملت اهي الحلة هادي هسويها النهاردة يعني. وفي واحدة تاني خليتها يعني صغيرة كده. انا مزودة القوطة علشان كده بقول لكم لسه مطلعة من التلاجة اهو. وبقوا حبة رز عملت بيهم ايه كام قرن فلفل كده، بدل ما يتسابوا لا نحط ايه، نحط حبة نعمل فلفل احسن. حطيت حبة زيت، دي شوربة على ايه علشان طبعا خدت شوربة للسبانخ قولوا معايا للملوخية، فدي نصها شوربة ونصها مية. حطيتهم على النار وحطيت فيهم شطة، السبانخ هي بتغلي خلاص اهي. حطيت فيهم شطة وحطيت فيهم 2 مرقة ماجي، وده في المية ماشي، المية على الشوربة يعني. وحطيت فيهم حبة ملح. شوفي انت محيقة المحشي بتاعك قد ايه مثلا وكده وكملي الملح بتاعك التاني بقى.
اهو خلاص اهي، لازم يطرطش مني، مع اني كنت منقصه الحله برضو بس ما فيش فايده برضو. السبانخ خلاص اهي نطرت الايدام بتاعها استوت، وادي كمان المحشي اهو خلاص. يا لهوي على الجو السخن، الجو برد كل ما عارفه يعني. المطبخ في الصيف ما بكره اقف فيه اصلا، في الشتاء ما بحبش يعني، ما بحبش اسيبه يعني بصراحه في الشتاء يعني اي حاجه سخنه، يعني ان احنا بناكل المحشي، والله العظيم بكلمكم بجد، بناكل المحشي مش قادرين نمسكه بايدينا اصلا، يعني مش عارفين نمسكه من كتر السخونيه اللي فيه. هو المحشي لو برد خلاص ما بيتاكلش، اي نوع محشي على فكره. هنا كده خلاص خلصنا، المحشي استوى والفلفل استوى والسبانخ استوت، نخش على اخر حاجه ايه، حبه الملوخيه دول. هما طرح يعني ملوخيه الشتا طبعا زي ما انتوا عارفينها بتبقى رخمه كده، وعامله زي ورق النعناع كده، صغنططه كده، وتجيبي يعني كيلو ولا كيلو الا ربع يا دوبك، يعني بيبقوا حبه صغننين مش كتير. فدول كانوا كام، كانوا كيلو الا ربع، كانوا ب22 جنيه بس. وادي وصلنا للمرحله الاخيره خلاص اهو، اللي وصلنا لايه، للملوخيه خلاص. مسحت البوتاجاز كده مسحه خفيفه كده علشان بس المحشي الكرنب دلدق عليه طرطش شويه وكده، فانا مسحته كده اي كلام يعني، على بال ما نخلص ابقى اصبنه. بصوا حبه الملوخيه قد ايه، بالذات يعني لما حد يجيب ملوخيه يا جماعه خلوا بالكم، يعني حط الميه دايما قليله علشان ما تضمنيش الملوخيه بتاعت الشتاء بالذات تبقى صغيره، يعني ممكن حزمتين بتوع الصيف يعملوا كمية حلوة ويبقى ليها عرق حلو. يعني حتى في الشتاء الملوخية ملهاش عرق، العرق بتاعها خفيف، مش زي الشتاء، مش زي الصيف. فمضطرة اجيبها والله، علشان بس يعني ولادي التانيين، يعني في 2 ما بياكلوش الملوخية زي ما السبانخ قصدي. انا بحب السبانخ بصراحة والله، باكلها بالمعلقة، وجوزي بيحبها بصراحة يعني. لا دي وفيها حديد على فكرة، يعني كويسة، مش اي كلام يعني، السبانخ يعني. نرجع تاني بقى لايه، الموضوع الخضرة بقى والحاجة اللي في اللي في السوق. زي ما بقول لكم الحاجة حلوة في السوق بصراحة، يعني عايزين نجيب شوية قرنبيط على جزر ونخللهم ان شاء الله. عايزين نعمل بطرمان دلوقتي كده يعني نلحق ناكله، وان شاء الله كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بخير. عايزين نعمل بطرمان كبير كده حلو ايه لشهر رمضان ان شاء الله، عشان في رمضان انا ما بقدرش اعمل مخللات ولا اي حاجة صراحة، ببقى تعبانة ويا دوبك بخلص الحاجة على قد يعني كده. انا كبيرة برضه حبايبي على فكرة، مش صغيرة، انا عندي 51 سنة. يا رب ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بس كده هما غلوتين بس كده، مش كتير، هطفي عليه على طول اهو، بس طفينا كده خلاص. وكده خلصنا ايه الاكل بتاعنا، بس طلعوا حبة ملوخية مسكرين برضو زي المحشي. اوعى وشك، اوعى اوعى السخن، يا لهوي يا لهوي كان تحفة تعالوا اتفضلوا معانا. ده انا يعني بحب اجيب المحشي الكرنب ده على طول في الشتاء بصراحة. صراحة يعني طلعوا حلوين أوي مسكر، هي الكرنباية طلعت، الكرنبيتين طلعوا مسكرين. في كرنب ما بيطلعش مسكر على فكرة يعني، بصوا ازاي. وانا ما بحبش اعمله يعني الصغنن قوي، يعني الوسط الحلو ده كده. كده خلصنا الكرنب اهو، والفلفل كمان استوى زي ما انتوا شايفين كله سخن. ويلا بقى نحط ايه السفرة بتاعتنا الطبلية اقصد متنسونيش يا حبايب قلبي ايه بالله كل اشتراك كده، ربنا يا رب يرضينا ويرضيكم ويكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اشتراك يا حبايبي ولايك. دمتم في امان الله يا حبايب قلبي. شايفين السخونيه، بقول لكم شايفين انا باكل اهو، والله باكل انا اهو. بص حطيته في بقي ازاي موحوح نار الشطه بقى عامله شغل، الصباع بصباعه والله العظيم، يعني الواحد بواحده كده. ما انا بغطي يا دوبك في الوش بس حبه الميه، ما بغطيش اكتر من كده، يعني يا دوبك اغطي وش الحله. واللحمه بتاعتنا طبعا العامل الرئيسي طبعا يعني وانا الملوخيه كنت بدفيها شويه كده بسخنها
خلاص اهي استوت، قصدي سخنتها، وادي المحشي. وتعالوا اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب يا حبايب قلبي. مع ألف سلامة حبايبي.